يبكي. يقول بكي يعقوب عليه السلام، بعض المفسرين قال 40 سنة أعمى، شيخ كبير يبكي في الليل والنهار، ثم سجد ليلة من الليالي وهو في السجود يبكي، أعمى شيخ كبير فقد ولديه ومحزون ومهموم، حتى يقول وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كان يبكي أبو بكر إذا قرأ في صلاة الفجر فيبكي الناس، وعمر إذا وصل بعد مثل الخلافة يصلي بهم، قال كل عمر يقرأ فإذا وصل إلى قول يعرفون الناس أن عمر إذا وصل إلى هذا المقطع وقف وبكى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول في السجود، اسمع يعقوب يقول يا ربي أما ترحم ضعفي، أما ترحم شيبتي، أما ترحم كبر سني، أما ترحم ذلتي، أما ترحم فقري. قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم، قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. ثم جته البشرى في اليوم الثاني، قال لا تيأسوا من روح الله، لا تيأس، ترى الفرج يأتي، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، دع المقادير تجري فيها علتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العظيم الواحد هو الله، المالك هو الله، الصمد هو الله، القهار القدير الغني الله وحده، لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء. يقول واحد شعبي شاعر لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك سراب الحزام، اشتداد الحزام، وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت تنام وخالقك ما ينامي. سجن شاعر في العهد العباسي عهد المامون، فقام يصلي ركعتين في السحر، ثم قالوا عند الباب يلتفت وينظر في السماء يدعو عسى فرج يكون عسى، نعلم نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. ففتح الباب، فتح الحارس الباب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والله يأتيك الفرج مثل اللمح، لكن اصبر، احتسب، كفارة، إعانة، واصل، انتظر. لا تيأسوا من روح الله، روح الله، فرج الله، نصر الله، توفيق الله، قرب الله، حفظ الله، رحمة الله. لا تيأس، لا تعترف باليأس، واصل واصل.